هلو، ازيكم يا اصحابي؟ يا رب تبقوا كويسين. النهارده هتكلم معاكم عن المدرسين اللي هاخد معاهم والدروس الاونلاين وازاي هرتب دنيتي في ثالثه ثانوي. انا دفعه 2026. هبدا معاكم مين المدرسين اللي انا اخترتهم علشان ابدا معاهم ثالثه ثانوي. عندي في العربي اخترت مستر محمد صلاح. تمام. هو بدأ ينزل محاضرات تأسيسية وقال إن المنهج هيبدأ في آخر شهر 8. تمام. ده بالنسبة لمستر محمد صلاح. أنا هاخد معاه يعني، وأنا كنت باخد معاه من سنة تانية وكده، فأنا عارفة شرحه ومرتاحة لطريقة شرحه. في الإنجليش أنا لحد دلوقتي أنا لسه مستقرتش هاخد مع مين، بس أنا اللي مطمني إن لسه مفيش حد بدأ. فانا لسه بحاول افكر، ولو انتوا عندكم مدرس معين اونلاين بتاخدوا معاه وعاجبكم فقولولي وانا ممكن اجربه. عندي في الكيمياء هاخد مع مستر خالد صقر. هو كان هيبدأ السبت اللي هو بكرة، بس أجلها للسبت اللي بعده. هو هيبدأ السبت والتلات هيبقى الساعة 6 بالليل. هينزل لنا المحاضرات. تمام. وهو نزل محاضرة تأسيسية وأنا ذاكرتها. بس هو أول حاجة بدأت بيها كانت الكيمياء، المحاضرة التأسيسية بتاعت مستر خالد صقر. فاضل لي حاجات تانية أقول لكم عليها وأقول لكم ازاي نظبط الدنيا عشان أخلصهم. في الفيزياء هاخد مع مستر محمد عبد المعبود. مستر محمد عبد المعبود ناس كتير بتشكر فيه، بس أنا عمري ما أخدت معاه قبل كده. هو بيقولوا يعني إن هو أفكاره حلوة وبتيجي أسهل منها في الامتحان، فأنا قلت إن أنا لازم يعني أجرب مستر محمد عبد المعبود. فهاخد معاه، هو لسه هينزل التفاصيل يوم السبت اللي هو بكرة. وهاخد الأحياء مع دكتور أحمد الجوهري. تمام. هيبدأ يوم الاثنين الجاي اللي هو 11/8. هيبدأ على المنصة أول درس في الأحياء. وهو كان نزل كورس تأسيسي بس أنا لسه ما ذاكرتوش، فهنشوف مع بعض وهنظبط.